انتوا متخيلين ان الغدا في ربع ساعة بس مسخن. تعالى نعملها مع بعض. مسخن طبعا بده كثير بصل، كثير كثير بصل إجباري. وليش سريعة؟ لأنه من إفخاد دجاج، مش من دجاج شامل. طبعا بنحمره كلياته مع بعضه، بننشفه لحد ما يطلع تقريبا كل المي منه. بنحمر البصل منيح، بنبهر الدجاج طبعا، مركة دجاج، ملح، بهار مخلوط. وإجباري يكون سماك. طبعا بصيرش من دون سمنة ولوز. نكلي اللوز يا حبيبي، اللوز. طبعا الكرشة تبعت اللوز جوات اللفة اشي عن جد نار وبتفرق. طبعا عملت انا هون مع لفات اشراك. طريقة الاشراك موجودة على الصفحة. بلف اللفة وبحط عليها طحين ومية زي ما شايفين هون. بصفتهم في كلب الصدر، بدهنن بزيت زيتون وسمنة مذوبة. على فكرة، دهنة زيت الزيتون والسمنة تعطيها كرشة مش طبيعية. لازم تجربوها قبل ما افوتها على الفرن. طبعا رشة سماك، بفوتها على الفرن درجة حرارة 220 10 دقائق بالضبط. ونطلعها، ستكون راح كنتيجة نار نارية. طبعا هنا مع السماك وعلى التحمير شوفوا النتيجة الخرافية. بس تطلعها من الفرن مع الحشو جواتها البصل واللحمة واللوز. تقدروا تقدموها غدا أو سناك بين الوجبات. وبتقدروا زي ما أنا قدمتها بجنبها شوية بندورة مع لغموس اللبن مع ثومة ونعناع. تحياتي لكم، استنوا بالوصف الجاي.